أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من كلمة سواء. تناولنا على مدار الحلقات السابقة تحريف القرآن، وهل قال الشيعة بذلك؟ ومعنا الأستاذ محمود جابر أحد المتشيعين المصريين، وقد أجزم في الحلقات الماضية أنه ليس هناك تحريفا للقرآن، ولم يقل علماء الشيعة بذلك، ومن قال منهم بذلك فهو رد عليه. ونأخذ من كلامه هذا أننا ستكون لنا مرجعية على مدار الحلقات القادمة إن شاء الله في أن يكون القرآن الكريم هو سندنا ومرجعيتنا فيما نناقشه من موضوعات تتعلق بالمذهب الشيعي بعد ذلك، فإذا ما اختلفنا رددنا خلافنا إلى القرآن الكريم. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمود جابر، الباحث والكاتب مدير مركز النور للدراسات العلمية الشيعي المصري. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بحضرتك. أيضا أرحب بفضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور، المشرف العام على جمع السنة المحمدي. أهلا بك. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. شيخ عدنان، كان لك من الحلقة السابقة 5 دقائق، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ما الغاية من طرح هذا الموضوع وعلى تعبير بعض الناس من إثارة الفتنة؟ ما الغاية من ذلك؟ الغاية أشرت إليها، وهي التي أمرنا الله بها أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل كحكم فصل بيننا في كل شؤوننا الدينية والدنيوية، وأن هذا القرآن هو المرجع. وما اختلفتم فيه من شيء فإلى الله عز وجل نحتكم إلى كتابه يفصل بيننا. عندما وجدنا هذه النصوص المتكاثرة في معظم كتب الشيعة والقائل بها معظم علماء الشيعة، أردنا أن نحفظ كتاب الله عز وجل من أن يشمت بنا على الأقل اليهود والنصارى. وهناك في الاسم يوتيوب هناك صورة لقسيس يرفع كتاب، هذا الذي يغيظ، يرفع كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب الذي طبعته إيران قبل 15 سنة باعتراف الشيوخ يعني المعتدلين من الشيعة. رفعه هذا القس وهو يقول للنصارى هذا من المسلمين يثبت أن القرآن محرف. وإذا على اعتبار أن مسلم ألف هذا. أحسنت. إذن ما في داعي كان للأستاذ محمود أن ينكر حقيقة. يفتح الآن أي موقع شيعي ليرى أن بعض الشيعة يدافعون عن القرآن، أشهد، ويقولون هذا القول في هذا المذهب باطل. الذي فوجئنا به نشر هذه الكتب بين أهل السنة وبين الشيعة واليهود والنصارى دون ما تعليق، دون ما تصحيح، دون ما تضعيف، أن هذه الروايات كما يقول الأستاذ محمود باطلة. إذن سكتنا نحن. يقول هذه الروايات باطلة والقائلون بها هم إما جهلة وإما زنادقة. يعني الذي يقول أن القرآن محرف يا جاهل ما يفهم شيء في الدين، وإما هو زنديق. الذي يلفت النظر أن الأستاذ محمود أنكر هذا جملة وتفصيلا، ولذلك لم يتصل أحد من الشيعة ولا من علماء الشيعة. لماذا؟ سيقعون في إحراج مع صاحبهم، إنه هذا معروف في الكتب، فلماذا تنكره؟ وأنا أحضرت نسخة خطية، هذه ما أدري كيف تصور، خطية هي على الهواء، خطية، أيوة، لو يقربها خطية، هي من هذا الكتاب فصل الخطاب، وذكر فيه الفصل الرابع أو الثالث أيا كان. أيوة، المفروض أنه ذكر أن علماءنا يقولون بهذا الأمر وهو أمر مجمع عليه. المقدمة الثالثة يقول فيها وفيها
في ذكر أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه، فاعلم أن لهم في ذلك أقوالا مشهورها 2. ثم يذكر أقوال هذا ويؤيد أن معظم كان المفروض منه أن يقول هذا صح ألف لكن هذا باطل الكتاب، وهذا جئت به مطبوعا وجئت به مخطوطا. كان المفروض أن يقول هو أن هذا الأمر باطل، ونحن يا أخ عدنان نعلن أمام الناس أنه كل الأقوال التي وردت في المذهب باطلة، وأقول له جزاك الله خيرا هذا ما نريد. ونناشد حكومة إيران وأي حكومة تطبع كتب الشيعة أن يعلقوا على هذه الروايات أو يحذفوها حتى لا تكون بلبلة بين المسلمين. إذا نحن نسعى للماء لإطفاء النار. نعم. طيب القضية الثانية، كان يصر الأستاذ دقيقة كان يصر إصرار يثير القضايا الشخصية، يثير القضايا الفرعية التي يخرج عن نقاط البحث. أنا أربو به كمسلم أن يلتزم أدب الإسلام ونقطة البحث ويناقش في نقطة البحث بالذات، ولا يدخل في حكومة شامية، حكومة جزر القمر، حكومة المريخ. يعني هذا ليس من الخلق من قريب أو بعيد. النقطتان وأنتهي أنا. نعم. كان يركز أنه أنا ما عندي كتب. طيب أنا أحضر الآن 1000 كتاب وأصفهم كذا، ألا له علي التكفير في نصف دقيقة. أنت قلت أنك له علي أن آتي بصورة الكتاب كما جئت بها، له علي أن آتي وهو يرجع إليه ويقول الصورة التي جئت بها مزورة. أما أنا ضيف وآتي وهو يعلم أن ما عندي مكتبة وما عندي، فيقول أمام الناس. أما التكفير لا التكفير سنعود إليه في وقتك القادم. طيب. إن شاء الله في نقطة لحظة. لكن في 20 ثانية. أيوة. ما تلخص هذه الحوار؟ يعني 5 دقائق قلت فيها أن الأستاذ محمود قال وأن هناك مراجع للشيعة وعلماء لهم. تريد منه ماذا في كلمة؟ أريد أن يقول يناشد المرجعيات، يناشد المرجعيات أن لا يطبعوا هذه الكتب، على الأقل يعلق عليها أن هذا أو يبرز وجهة نظري في أنه رافضها. هذا كلام باطل. أما أن ينكر الأمر فهو كذب الكوراني وكذب علماءهم من أول الذين قالوا ورفضوا. شكرا. تفضل أستاذ محمود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البدء إذا كان هناك مشكلة بين الأخ عدنان وحكومة الجمهورية الإسلامية فليذهب إلى هناك وليعترف معه. لا هو يقول إنهم بيوزعوا كتب. أنا يعني على رأي الشيخ عدنان خلينا في نقطة البحث. ما هو هذا الكلام أورده يا سيد محمد. لا أنت هو بيرد على أساس إنك أنت فرعتنا في إنك قلت الجمهورية السورية وقلت الأمن المصري وقلت كذا. لا لم أقل ذلك. ماشي، إذا كان عنده مشكلة معهم فليذهب إلى هناك ويحل. دعنا من هذا، يعني إذا كان هناك رد في كلام الشيخ عدنان. تفضل. الأمر الثاني ومن فضلك أجب عن سؤال. الأمر الثاني أن هناك الكثير من الذين يحاولون الاتصال منذ الحلقة الأولى ولم يتمكنوا ولا أعلم لماذا، كما أنه أورد كلام على لسان بعد إذن أما خلص كلامي على الهواء مباشرة وغير صحيح. لا أنا مش أنا لو أقاطعك هديك نص دقيقة. أنت قلت لي سجل من بداية الحلقة واسكت. أنا أقاطع لأن أنا أدير الحوار، لكن لو الشيخ عدنان قاطع هدي لك كل الوقت. بص تليفون وينقل على الشاشة، وأي سني أو شيعي يريد الاتصال بيتصل في أي وقت، وهناك خطان ليس خط واحد. طيب أخلص كده. تفضل. خطين. هو أورد كلام على لسان الأستاذ الدكتور عباس الجمري، والرجل اتصل علي وقال أن ما أورده الشيخ على لساني غير صحيح، والرجل أنا تركت تليفونه وليتصلوا به. نعم. هذا هو لو اتصل الآن سيدخل. هذا أمر. الأمر الثالث، نحن في مصر لا نتعود على النكات المذهبية. يعني حضرتك قدمتني فقلت الأستاذ محمود جابر الكاتب والباحث ومدير مركز والشيعي المصري. نحن في مصر لا نعتاد على ان احنا نقول فلان الصوفي على اعتبار انك انت ممثل للإخوة الشيعة. هذه النكات هي موجودة في أقطار أخرى. هي ليست نكات. لا نكات. هو مذهب لك تعتني. يا سيدي نحن أنا أفخر وأعتز به، لكن مسألة إبراز عقيدتك لك، ونحن نبحث هذا الأمر وأنا ممثل له، على اعتبار أن المسلمين منهم الشيعة ومنهم السنة. جميل، لكن هو الكل تحت مظلة الإسلام، ولا أحب أن تكون ذلك عناوين في القديانية والبهائية. يعني أنا لا أحب أن ألقى الشيخ عدنان في الشارع فأقول له يا شيخ عدنان أنت كذا.
نعم. واخد بالك، هو الشيخ عدنان رجل مسلم وبين خليني بس مرة من وقتك نصفه معنا على الهاتف أستاذ عباس الجمري، واخد بالك، ثم لك دقيقتين. تفضل أستاذ عباس، تفضل. أستاذ عباس، يبدو أن الاتصال انقطع. أكمل، تفضل. طيب، قلت وسألت الشيخ من العلماء، وده سؤال أنا سألته هو لم يستطع الإجابة عليه حتى الآن، من إذا كان الكلام الإمام المفيد والإمام الصدوق كانوا في القرون الأولى، القرن الثاني والثالث والرابع، فمن من هذه القرون، والكتب كانت موجودة وذكرها كثير من أهل العلم في كتبه، من قال بذلك؟ من قال بأن الشيعة يحرفون القرآن. الأمر الثالث هو يتكلم عن هذا الفوتوكوبي الذي أحضره، فلماذا لا يتكلم عن كتاب السجستاني في المصاحف والذي يتحدث صراحة ووضوح، وهو كتاب السجستاني هو من علماء أهل السنة، يتحدث عن أن هناك حدث فقدان زيادة ونقصا في القرآن. الأمر الثالث، لماذا هذه الضجة وهناك كتاب الفرقان يوزع في كل الخليج وهذا الكتاب مشهور وهم لم يصنعوا ذلك؟ حتى أنهي كلامي أنا هجيب لك عبارتين، يعني كلام بقى هنا. يعتقد الشيعة أن، والحديث لمحمد رضا المظفر، القرآن هو وحي الله الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم في تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالد التي أعجزت البشر عن محاربتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوت من عقائد ومعارف عليا. مش هكمل، هنتقل على كلام الصدوق محمد علي القمي الملقب بالصدوق. اعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب. وهذه شهادة أخرى من عالم. لا نعم أسمع لشهاداتك، لكن أجيب الشهادات وبعدين أترك المسألة للشيخ يقول مع نصف دقيقة لي سؤال. مع نصف دقيقة. يعني هو الشيخ عدنان قال لك تستطيع أن تتبرأ من هؤلاء العلماء الذي ذكره وهم يزيدون عن 30 أو 40 عالم؟ أنا قلت يا أستاذ محمد، وتتبنى وجهة النظر بعدم هذا تدليس في النقل. لما أقول له الصدوق، يعني لما أقول له هو أتى لك بكتاب، بعد إذنك أستاذ محمود، أتى لك بكتاب برقم الصفحة باسمه بطبعته. جميل. لما لم ترجع إلى هذا الكتاب ثم تأتي إلينا في الحلقة مثلا؟ لا يقول لي كويس. هو قال لك بالأمس، أنا أتذكر كويس 525 المفيد قال أن المسألة، يعني بما معنى قال المفيد، لن أحفظ الرواية اللي قال صفحة 525 في المفيد، أنه قال أن تحريف القرآن مسألة متواترة، أي متواترة أي أنها وصلت إلى حد أنها أصبحت كالقرآن مثلا. وأنا حتى علقت امبارح، أنا فاكر كويس، علقت امبارح قلت له زي مثلا حديث الأحاد عند أهل السنة اللي إنما الأعمال بالنيات. كويس. فهو قال لك هذا الكتاب برقم صفحته. كويس. يعني هو لم ينقل أنقال. هل تسمع عن رجل اسمه محمد الغزالي؟ تفضل. تسمع عنه؟ فضيلة الشيخ محمد الغزالي المصري. عظيم. نعم. الشيخ محمد الغزالي يقول في كتابه دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين: سمعت من هؤلاء يقول في مجالس علم أن للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن القرآن المعروف. فقلت له: أين هذا القرآن، ولماذا لم يطلع الإنس والجن على النسخة منه خلال هذه الدور الطويلة، ولماذا يساق هذا الافتراء؟ قال لك الشيخ عدنان بالأمس أنه مع المهدي المنتظر في السرداب. يا سيدنا هذا كلام، هذا كلام عالم يعلمه القاسي والداني ويعلم علمه وقدره. أكمل فكرتك في وقتك القادم. الوقت انتهى. معنا على الهاتف الأستاذ عباس الجمري، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع 5 دقائق أستاذ عباس أو فضيلة الشيخ عباس يعني. طيب بدون مقاطعة. تفضل دكتور عباس، تفضل. إذا لا تقاطعني. لا بأس. لن أقاطعك. أولا أبارك لكم هذا الشهر الفضيل، وكذلك أبارك للأخ الأستاذ محمود هذا الجهاد وهذا الرباط، وأحييك على رباطة جأشك. نأتي إلى الشيخ عرعور حبيبنا الشيخ عرعور. يعني أنت كم فرية افتريت علي
أنا شخصيا كالفريق افتريت عليه بهذه اللحية. ألا تستحي أن تقابل ربك بكذب، تكذب علي على الهواء مباشرة، تقول أنني قلت أن القرآن محرف، أنا أكلمك مباشرة، كنت نصف ساعة. دكتور عباس من فضلك يعني دكتور عباس عفوا عن المقاطعة. لا تخجل على نفسك. دكتور عباس عفوا عن المقاطعة، يعني تستمع إلي، يعني نمنح لك هذا الوقت بحياد تام كقناة صفا، وليس لنا ناقة ولا جمل ضد أحد أو مع أحد، ولكن نرجو ألا تتجاوز في حوارك، وإذا كان هناك تجاوز يرد عليه بعدم التجاوز. يعني أشكرك. نعم. يعني لو التزمنا ده. أستاذ تفضل. أستاذ، هو افترى عليه افتراءات أنت لم تعترض عليه، ولم تقل الرجل غائب ولا تتكلم عليه. إذا دعني أدافع عنه. كان بودك أن تتصل في وقتها أو في حينها. اتصلت ولا ترفعون التلفون. تفضل. أنتم لا ترفعون التلفون. يعني تليفون القناة مفتوح 2، عندنا 3 خطوط، عندنا 3 خطوط. نعم فاضيين. خطين لا ترفعون الخط. طب بعد إذن حضرتك، يعني ألم تقم القناة حاليا بالاتصال بك؟ يعني أنت ما عرفتش تتصل حينما أشار الأستاذ محمود على أنك تريد أن تتداخل معنا وتبرز وجهة نظرك، قامت القناة بالاتصال بك. أعتقد أن هذا جهد مشكور لنا يعني. نعم مشكورين. تفضل. كلامك هذا سليم، وأنتم اتصلتم مشكورون. تفضل. مشكورين. الأخ الشيخ عدنان، قلت أنني قلت بالتحريف، وقلت أنني وضعت موضوعا في شبكة الميزان على أنني أعترف فيه بالتحريف، وأنا أقول لك الآن عندك لابتوب، وري الجماهير أين قال عباس الجمري أن القرآن محرف. بالعكس، هذا الموضوع وضعه أحد الأغبياء المنتسبين إلى الشيعة، لأنه لم يفهم كلامي كما أنك أنت لم تفهم كلامي. نعم. مشكلتنا معكم. دكتور عباس، بعيدا عن الشخصنة، ما هو رأيك في هذه المسألة حتى ننهيها ويصبح مسجلا للتاريخ وللناس وللأمة؟ لا بأس. أقول لك رأيي ورأي جمهور الشيعة ورأي زعيم الطائفة السيد الخوئي أن القرآن مصون من التحريف، وأن من قال بالتحريف فهو أحمق. هذا رأيي ورأي جمهور الشيعة. ولكن أريد أن أقول للشيخ العدنان العرعور، الآن هو 4 أشهر يتكلم عن تحريف. بعد إذن حضرتك دكتور عباس، قبل أن تقول للشيخ عدنان، يعني أنت قلت أنه مصون من التحريف، وهذا رأي المرجعية الدينية السيد الخوئي، تمام؟ يعني ماذا تقول وأنت قد تابعت الحلقات الثلاث الماضية فيما أتى به الشيخ عدنان من كلام للمفيد والطبرسي رد يا شيخ عدنان، يعني قل لي فكرني بعلماء، يعني لم تتكلم يعني، لكن أتى بعلماء للشيعة ومرجعات كبار. لا لم تذكر. أستاذي أعطني فرصة. تفضل. أعطني فرصة. أنا معك، يعني أنا بس أذكر بما قدمته أنا في الحلقات الماضية حتى لا يكون أنا مقصر، يعني لا أكون مقدما للبرنامج مقصر، أنا أربط فقط الأفكار. يعني هو الشيخ عدنان قال للأستاذ محمود أن هناك مرجعيات، ولسه حتى المفيد صفحة 525 قال أن تحريف القرآن متواتر، وأن عقيدة الإمامية هي تحريف القرآن، يعني من لم يعتقد من الإمامية بتحريف القرآن لم يكن شيعيا. رد على الشيخ عدنان. تفضل. أستاذي أعطني فرصة. تفضل أنا معك. بحق هذه الليالي المباركة أعطني فرصة. أصدقك. تفضل. الشيخ عدنان العرعور صار له 4-5 أشهر يتهم الشيعة بالقول بالتحريف، ويرجع إلى الأوراق الصفراء كما يقول الشيخ مفتي الديار. مفتي الديار يعني شيخ سمح لبق، هذا الذي يريد أن يوحد الأمة، وليس الذي يقول أنا أريد أن أوحد الأمة وأنتم مشركون وأنتم كفار. هذا الكلام الذي يريد أن يوحد الأمة يكون مثل الشيخ شلتوت أو مثل مفتي الديار المصرية الذي يقول الشيعة إخوان لنا في الدين، مسلمون موحدون، يجوز التعبد بمذهب. هذا الشيخ الذي يريد التوحد. على أي حال، الشيخ عدنان العرعور اتهمنا طيلة 4 أشهر أننا نقول بالتحريف. هل لي أنا أرد دكتور عباس؟ يا حبيبي نحن لا نقول. دكتور عباس، هل لي أنا أرد على حضرتك بعد إذن حضرتك بحياد برضه؟ لدى أهل السنة ليس هناك عصمة لأحد أيا كان، ليس هناك حجة على الإسلام. الحجة هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة المتواترة الصحيحة. فأيا كان من قال هذا الرجل الكبير أو الصغير لم يكن حجة على الإسلام لأحد، لا أنا ولا أنت ولا الشيخ ولا الشيخ الأزهر ولا غير ذلك. مع احترامي للهؤلاء. تفضل. تفضل. لا دعني أكمل فكرتي. أنا معك. الشيخ عدنان يعني لو نحن نقول بالتحريف ممن سوف نخاف؟ قل لي ممن سوف نخاف؟ أنت ألا تنتبه من حولك؟ الشيعة اليوم أصبحوا
قوة عظمى في الشرق الأوسط، احنا أقوى قوة، لا نخاف من أحد. لو نقول بالتحريف قلنا بالتحريف، ما علينا من شيخ عدنان. شكرا للدكتور. لا لي سؤال، لا أسئلة، انتهى وقت. طب شكرا للدكتور عباس الجمري. باقي نقطة سأوضح كلام الشيخ المفيد. نعم. الشيخ المفيد نعم. مشكلتنا مع الشيخ عدنان وغير الشيخ عدنان، ينقلون نصوص لكن ما شكرا لك، انتهت الخمس. أنا أعود لك تاني شيخ عباس، الدكتور عباس، هنعود إلى حضرتك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك. شيخ عدنان كان الوقت وقتك، تفضل. لا كان لي، لا أنا أرد، كان لي قبل، كان لي قلت أن انتهى وقتك بالضبط، حتى خدت أكثر من وقتك. كان لي دقيقتين ونصف. الاتصال انقطع يا أستاذ محمود. أنا أدير الندوة وتذاكر كويس. أنت نسيت، لأن قلت لك دقيقتين ونصف بعد الاتصال، ثم الاتصال انقطع، فقلت الاتصال انقطع كمل. أستاذ تحيف علي لا أحيف. تفضل شيخ عدنان. الأستاذ عباس نصحني وأنا أقبل هذه النصيحة. نعم. وقال أني اتهمته بالقول بتحريف القرآن، وأنا لم أتهمه بالقول بتحريف القرآن. نعم. وهذه الأشرطة يروح يسمعها مرة ثانية، ونعطيه فرصة نصف ساعة ليعرضها على الناس. إذا كنت أنا أشرطة إيه؟ إذا أشرطة المناظرات والمحاضرات، أنا لم أتهمه بذلك، لكن أنا قلت بشهادة عباس الجمري الذي قال على الهواء أن إيران نعم طبعت كتاب فصل الخطاب قبل 15 سنة. الآن هو موجود. هو قال على الهواء أن إيران طبعته، حتى أكون أمينا في النقل قال ثم سحبته. فهو قال أمام الناس أن عدنان كذب علي. لا، ما قلت أنك تقول بتحريف القرآن، وأنا أشهد أمام الناس كلهم لما سألتك قلت لا أقول بتحريف القرآن. وعموما المقطع موجود لدى القناة وسيعرض غدا. الأمر الثاني، نعم يا أستاذ، هذا موقع اسمه يا حسين من مواقعكم. يقول الموقع وأنا نقلت ما في الموقع. فهذا الغبي الذي وضع، أنتوا أذكياء، ليش ما سحبتوه؟ ليش حتى الآن له الآن شهور موجود فيه تصويت على كتاب الله، تصويت على كتاب الله حتى يعرف الناس المسألة. مكتوب فيه هل تصوت. هذا في الموقع يا حسين. ولو كان فيه هنا بث لاسلكي طلعنا. مكتوب يا حسين، موقع يا حسين، بغض النظر عن العنوان. مكتوب هل أنت تصوت مع عباس الجمري في القول بتحريف القرآن أم تصوت بعدم تحريف القرآن؟ إذن هم عرضوا هكذا بموقعهم. فالمفروض منك يا أستاذ حتى لا تتشوه سمعته أن تكتب للموقع أنك أنت لا ترى ذلك. يقول الآن نقطة البحث التي أسألك إياها، هل هناك بعض علماء الشيعة قالوا بالتحريف؟ ها شوف اللطف، بعض علماء الشيعة، هل هذا الكتاب صحيح أن فصل الخطاب اللي أمامي مخطوطته، اللي اعترفت أنت باللغة المصرية بعظمة لسانك وباللغة الشامية بشعرة لسانك، أنت اعترفت وقلت أمام الملأ أنه هذا طبعته إيران أم لا؟ وأنا أرى من القناع أن تتصل به الآن ليجيب عن هذين السؤالين. فإذا كنت كذبت في ذلك فالشريط موجود، وأنا معلن الانسحاب الآن إذا ثبت أني كاذب. وإن كان هو قال فهو بيكذب صاحبه، هذا لا شأن لي بذلك. فصاحبه يقول هذا لا وجود له هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود في المواقع وموجود حتى في كتب الشيعة اللي ردوا. في هناك أكارم أفاضل من الشيعة يرفضون هذه الفكرة. في هناك ألف كتاب اسمه كسر الصنم، لكسر سمى الكافي الصنم فكسره ونقده وقال هذا الكتاب كذب والمؤلف كاذب وكذا، لكن هم أقروا أن الكتاب موجود. إذن هذه نقطة البحث الآن، ليست نقطة البحث أنت تقول أم لا تقول. نقطة البحث هل هناك علماء من الشيعة قالوا بالتحريف، وهل هناك كتب طبعت في ذلك أم لا، والسلام. شكرا لك. معنا على الهاتف الشيخ صالح العزمي، وهو سني وسيكون ضيفا ثابتا كريما علينا في قناة صفا في هذا البرنامج. شيخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة بسم الله. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك أخي الحبيب وأحيي الضيفين الكريمين. في الحقيقة قبل أن نبدأ في أي مسألة أنا أتمنى في الحقيقة أن يعي الجميع من السنة والشيعة أن الكلام الذي نوجهه لا نقصد به عوام الشيعة، وإنما المقصود هم علماء الشيعة، ويدخل من ضمن هؤلاء طلاب العلم مما لا شك ولا ريب فيه. يعني بمعنى أدق، الشيعي العامي يفتح المصحف الذي في بيته هو بعينه المصحف الذي معي، نفس النسخة ما فيها بأس، لكن الإشكال ليس ها هنا. الإشكال عندما نقول نحن وجدنا في كتب الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية من علمائهم من يقول بأن القرآن ناقص، منهم من يقول بأن القرآن محرف. نقطة مهمة، نحن لا نقول بأنه توجد رواية يفهم منها كذا، وإنما نقول حكم العالم. يعني على سبيل المثال في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 يقول هنا المجلسي عن الرواية التي وردت في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية، هذه رواية في الكافي. يقول هنا المجلسي موثق وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. هذه ليست من عندي، فالخبر صحيح، هذا كلامه هو. يقول بعد ذلك ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة، لاحظ حكم بصحتها إذ قال الصحيحة، بعد ذلك قال صريحة أي أنها بطريق مباشر. صريحة في إيش؟ في نقص القرآن وتغييره. فضيلة الشيخ صالح بعد إذن حضرتك، يعني هذا على مدار الحلقات الثلاث الماضية عرضناه موثقا من قبل الشيخ عدنان، ماذا تريد أن تقول؟ يعني أنا أريد أن أقول الآتي. نعم. في طرح هذا السؤال. المسألة الآن الضيف الشيعي الجالس بجوارك الآن هل ينكر هذا النقل؟ هل ينكره أم يقره؟ نريد أن نعرف. هل تنكر هذا يا أستاذ محمود؟ هذا النقل، هل تنكر هذا النقل من هذه الكتب، أمهات الكتب الشيعية كما يقول الشيخ صالح؟ أنا مش قاعد في جلسة امتحان. لا عفوا حينما تتاح لي الفرصة كي أتكلم سأتكلم. طيب ما في مشكلة، لكن لن أرد عليك بنعم أو بلا، لأني لست طالبا وأنت أستاذي تمتحنني. لا ليست المسألة كذلك، ولكن المسألة يعني من باب تبيان الحق فقط. نعم. مقدم البرنامج لو سمحت. تفضل يا شيخ صالح. أنا أريد الآن أن أسأله سؤال واحد فقط. تفضل يا شيخ صالح. طيب وإذا تأذن لي وأنت مقدم البرنامج، إذا تأذن لي تفضل تعطيه 5 دقائق ونسمع كلامه كاملا على أن يجيب على هذا السؤال الذي سأطرحه الآن. نعم. هل المجلسي صدقنا بنقلنا إذ أن المجلسي قال بصحة هذا الخبر، أم أننا كذبنا بنقلنا في أن المجلسي صحح هذا الخبر؟ نعم. اعطيه 5 دقائق خليه يتكلم فيما يحب، لكن بعد 5 دقائق من حقنا أن نرد. هل لك أسئلة ثانية يا شيخ صالح؟ أنا عندي السؤال هذا تحديدا نريد أن نعرفه. نعم. شكرا لك. 5 دقائق لك. لحظة، سألني سؤال هو هل هناك عالم في وقتك يا شيخ عدنان؟ طيب الوقت للأستاذ محمود، تفضل. عودة على بدء والحديث نوصل. تفضل. أنا أوردت. لا هو بعد حضرتك الشيخ صالح قال هل صدقنا في نقلنا عن المجلس أم لا؟ يا أستاذ محمد تفضل. لا حضرتك ولا غيرك تحدد لي طبيعة كيف أجيب. أنت سألتني واترك لي أجيب بالطريقة التي تحلو لي، ثم أمام المشاهدين يعلموا أني أجيب أم لا أجيب. لكن أنت حضرتك عشان المسألة ما تتوه، أنت لا تمتحنني ولا تقيمني على السؤال. لا أحد يقيمك يا أستاذ محمود، لكن القضية في إيه؟ القضية أن هناك سؤال للمشاهد، فنحترم السادة مشاهدينا بس. أنا بحترم طبعا المشاهدين. لا مسألة ليست يعني المسألة ليست شخصية بيني وبينك أو بينك وبين الشيخ صالح أو بينك وبين المسألة لا تدخل في الاحترام من عدم، وأنا أتكلم في النظام. هي فقط إيصال الفكرة للسادة المشاهدين اللي ينتظرون الإجابة. طب نريد أن تجيب بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين الفاصل ثم نعود ونتواصل حول هذه المناظرات من قناة صفا حول مذهبي الإسلام الرئيسيين حتى نتقارب، فنحن نبرز كما أردد دائما مواطن خلاف حتى نتقارب بعد خلاف إن شاء الله. وحتى في مصر عندنا بيقولوا ما محبة لا بعد عداوة. فاصل ثم نعود.
عدنا أعزائي المشاهدين، نرحب بكم ثانية وبضيفي الكريمين في هذه الحلقات من كلمة سواء. كان الحديث للأستاذ محمود جابر وقد مضى من وقته دقيقتان. تفضل. لم يمر من وقتي ولا دقيقة، لأن أنا بدء الكلام حضرتك علقت عليا ثم نزل الفصل. ما أنا قلت لك التعليق معاك، لكن لو الشيخ عدنان تدخل معك أعطيك وقت إضافي. الأستاذ صالح الذي تدخل قال أن عامة أهل المذهب يؤمنون أو يعتقدون بصحة القرآن، أما علماءهم فلا يعتقدون. حضرتك يعني قول لي ده بيحصل في أي حتة في الدنيا إن التلامذة والعامة يعتقدون بأمر لا يعتقده الناس الذين يقلدونهم؟ يعني هل ده كلام عاقل؟ بمعنى؟ يعني حضرتك تتعلم في مدرسة، أستاذك بيعلمك شيء، أنت بتتعلم حاجة تانية. يعني في حصة الإنجليزي حضرتك بتتعلم لغة عربية ولا كيمياء؟ إنجليزي. إذا كان بقى علماء المذهب يقولون بالتحريف، كيف للعامة يعتقدون أن القرآن غير محرف؟ ده بالظبط عامل زي الإنجليزي والكيمياء. طب ما هو ببساطة جدا فضيلة الشيخ عدنان قال تبرأ من هؤلاء العلماء. ده عامل يا سيد. يعني انا لو المدرس بتاعي بتاع الانجليزي دخل اداني تاريخ، هقول له يا استاذ خلي بالك ده انت احنا في ماده انجليزي يا محمد. ازاي يا محمد بيه؟ اليس لي الحق ان اذكر استاذي اننا في ماده الانجليزي؟ هناك قاعده اصوليه تقول من كان كتابه شيخه فالشيطان شيخه. هذه القاعده الاصوليه موجوده عند كل علماء الاسلام. واخد بال حضرتك؟ فالعامه لا ينقلون علمهم من الكتب، لكن ينقلون علمهم من مشايخهم. فكيف لمشايخهم يعتقدون بأمر ويعتقد العامة خلافه؟ ازاي انت في حصة الأستاذ داخل يديك انجليزي بتتعلم كيمياء؟ يعني ده أمر. الأمر الثاني، قلت أن الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب عقائد الإمامية واعتقاد الصدوق يقول اعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد هو ما بين الدفتين. طيب أعود للكلام حوالين المجلسي والكلام حوالين المفيد. وكنت لا أحب أن أقول ذلك الكلام. تفضل. يعني كنت لا أحب أن أتطرق إلى ذلك الكلام. حضرتك لو جبت ابن كثير في التفسير أو الطبري أو القرطبي ستقرأ روايات تمر بك الصفحة والصفحتين والثلاثة والرابعة والخامسة والسادسة، ثم يذيل الصفحة بكلام يقول هذه الأخبار نقلناها على ضعفها. واخد بال حضرتك؟ على ضعفها وننبه. نعم. وصلت في أمانة في العرض. وصلت حاجة؟ نعم. وصلت حاجة في أمانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ممكن يبقى عندي 13 أو 14 أو 15 أو 20 صفحة داخل مدونة كبيرة تتكون من 20 و30 جزء، يعرض فيها في 20 صفحة مجموعة من الروايات، ثم ينبه إلى أمانة البحث، إلى أن هذه الروايات ساقطة. هذا أمر. الأمر الثاني عشان أريح الشيخ بها قوي خالص وأريح الأستاذ صالح جدا، الكلام حول تحريف القرآن يقره كل الإمامية، لكن ليس في النص. يعني كل الإمامية يعني في النقصان. لا، ليس في النص. ليس في النص ولكن في التأويل. ولكن في التأويل. يعني كل الإمامية، عايزين نتفق على كل الإمامية يقرون بتحريف القرآن تأويلا، يعني تأويله وتفسيره الحالي مش هو التفسير الحقيقي. نعم. سجل يا شيخ. وتأويل هذه الكتب مش مستخبية يعني ولا مخفية، مفسرة وموجودة مطبوعة. يعني في مجمع البيان اللي أنا جبته، لو الشيخ كان اطلع عليه وشافه أو يستطيع أن يطلع عليه له وقت أو لو الشيخ اطلع عليه أنا أنصف ورآه سيعلم أنه يرد الأمر إلى مرد. بمعنى أنا هجيب للشيخ روايتين. طب أنا عشان ما انساش نعم. حضرتك قلت دلوقتي أن مثلا ابن كثير ولا القرطبي ولا السوتي ولا أيا كان في مثل عنده كل أهل العلم بعد إذن حضرتك عنده مثلا 5 مجلدات 10 مجلدات كتاب مؤلفة ليه، ممكن في 20 صفحة 10 صفحات ينبه أنها يعني إيه، إنه مش موافق عليها. كويس. تمام. إذن المجلسي في المفيد واخد بالك صفحة 525. نعم. أنت تقول أن هذا الكلام واخد بالك مقتطع من سياقه. لا يعني مش مقتطع، هو موجود أساسا. مقتطع من سياقه، لأنه في نهاية يعني أنت اتفقت وقلت على لسان في نهاية الفصل يا أستاذ أنا ابن كثير لو هو مثلا شايف إن دول مش مطمئن لهم قوي كويس، فبيقول خلي بالكوا ده أنا لأمانة البحث أنا مش متأكد منهم، لكن أنا ضفتهم لكتابي. متى
طب المجلسي لم يقل هذا، المجلسي قال هذا هذا خبر موثق. قال ذلك قال يا حبيبنا، ما هو أصله هو لما يقتطع لي جزء من سياقه، لما يقتطع لي جزء من سياقه خلاص يبقى ترجع حضرتك اليوم للكتاب. لا أنا هجيب له كل هذه الروايات، لكن أنا هقول للشيخ روايتين ويرد عليها دقيقة واحدة. جميل. الرواية الأولى يرويها البخاري في كتاب فضل القرآن باب نسيان القرآن. واخد بال حضرتك؟ فضل. الرواية بتقول 10 دقائق. لا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله لقد ذكرني، أي أن رسولي نسى آية كذا وكذا كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. والحديث في البخاري. الحديث الثاني وهسكت، وهو يرد يقول لي ان ده تحريف ولا مش تحريف. لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين من المؤمنين. شكرا لوقتك. أنا لما خلصتش خلاص شكرا لوقتك، يعني وصلت الفكرة. هديك نصف. إيه هي الفكرة اللي وصلت؟ لا قول لي هرد الشيخ عدنان. ما أنت أنا عايزك تقول، أنت بتقول الفكرة وصلت. اسأل سؤال. سؤالي إن روايات النقص واردة، يعني تطفح بها كل كتب الأحاديث، كل كتب الأحاديث وصحاح من البخاري إلى مسلم، فما رد الشيخ عليه؟ طيب سؤالي نعم. في 30 ثانية دول زيادة بالنسبة لك، لأنك أنت خدت دقيقة زيادة ونصف. اتفضل. ردك على كلام الشيخ صالح، ماذا تقول في كلام المجلسي؟ كلام المجلسي لم يقل ذلك على نص كتاب الله تعالى. يعني أنت ما هو جاب الصفحة يا أستاذ محمود، كلام المجلس صفحة 525 يا أستاذ قال محمد. أن الكلام بتحريف القرآن كلام موثق وهذا خبر ده أنا بقالي 4 أيام بسمع من الشيخ عدنان وسمعت من أحد المتصلين، حفظت الجملة دون الكتاب وأنت ما حفظتش كلام الصدوق لما بيقول اعتقادنا في القرآن الذي أنزله، ما ده ما حفظتوش. ردك أن المجلسي لم يقل هذا، ألم يقل كذلك؟ أنت يبقى ما حفظتش كلام المفيد. القول الفصل في هذا إن احنا نخاطب من لديه هذا الكتاب الأصل ويأتي لنا به على الهواء مباشرة في صفحة. اتفضل يا شيخ عدنان. لابد من واحد يضبط الوقت لأنه أنا سجلت. طب نعم أنت لك دقيقتان زيادة زي ما أنا قلت، دقيقة ونصف ولك نصف دقيقة. دقيقة ونصف لك دقيقتان. معنا على الهاتف الدكتور عباس الجامري مرة أخرى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا لست دكتور أولا. اتفضل. هو الأستاذ محمود الأستاذ محمود بعد إذن حضرتك قال لي دكتور. نعم هو يعني أنا قلت في الأول الأستاذ عباس الجامري، الأستاذ محمود قال لي دكتور عباس. نعم. لا نعم على لساني. طيب نبدأ من الأخير. الأخ العازمي الذي اتصل بالتليفون وذكر رواية المجلسي، نعم الرواية صحيحة. إذا الأستاذ محمود قال غير صحيحة. اسمعني الآن أنت. نعم. اسمع لا تقاطعني. نعم تفضل. الرواية كونها صحيحة هذه الآلية التي يتبعها الشيخ ويتبعها المتصلون من السنة هي الخطأ، لا يعرفون كيف يناظرون. الرواية لا تدل على العقيدة بالضرورة. إذا كان كون الرواية صحيحة يعني هذا معتقد الشيعة، إذا قرآنكم أكله التاج أنتم أيضا، لأن رواية عائشة صحيحة، مات رسول الله وآيات ضاعت لأن أكلها الداج. ما هذا الحوار الركيك؟ اعتني علماء دارسين للمنطق والأصول لكي نناقشهم. كون الرواية صحيحة لا يعني أن هذا معتقد، كل ما هنالك أن سندها صحيح. الآن هل صدرت من الإمام أو أن هناك كذاب؟ أستاذ عباس بعد إذن حضرتك، شيخ صالح لما تحدث قلت له قل لي من هو المجلسي، قال أنه كبير وأحد أئمة الشيعة ومراجعهم، ولو رجعنا لما قاله علماء الشيعة المحدثين حول المجلسي هتلاقي كلام قد كده. يعني الرواية سواء كانت يعني أهمية المسألة مش أنها صحيحة من عدم، أهمية الرواية أنها تنتسب أو ترجع إلى رجل كبير صدرت منه هذا، كان يفتي ويجالس. أنت تقاطعني كثيرا. تفضل. لا لم أقاطعك، عفوا تفضل. قلت لك نعم المجلسي عظيم من عظماء الطائفة ونحن نجله ونقدسه ونحترم آراءه، وهو صحح الرواية، لكن تصحيح الرواية لا يدل على أنها صدرت من المعصوم بالضرورة. وحتى لو تكون صدرت عن المعصوم هذه رواية آحاد. كل هذه الروايات آحاد، يعني في مضمونها في لفظها لم تكن متواترة في مضمونها فقط.
والقرآن وصل إلينا بالتواتر، يعني لو تجيب لي 120 رواية في هذا المعنى صحيحة لا نستبدلها بالقرآن لأنها كلها روايات آحاد. هل فهمت؟ هذه النقطة التي يكررها، تقول تسمعها 4 أيام، أجبنا عليها. لا تقولوا لم نجب. إذا عندك إشكال خلي الشيخ عرعور الآن يسألني. خليه يسألني، لا تقول لي ما جاوبنا عليه كالعادة. سألتك سؤالين أريد جوابا عليهم. هل أنت قلت في إحدى الحلقات والشريط مسجل أن نعم إيران سآتي عليه. هل إيران طبعت كتاب فصل الخطاب أم لا؟ جيد، أشكرك ذكرتني بهذه المسألة. اسمع أنا أيضا عندي التسجيل. أنت قلت أن إيران طبعت، الحكومة طبعت هذا الكتاب ووزعته. قلت لك أنا بل طبع الكتاب في إيران والحكومة هي التي مزقته وهي التي أتلفت. لم أقل لك أن الحكومة طبعت. المطابع أهلية في إيران وليست حكومية. جميل. لحظة، لم يكن يعني لا بأس، وصلنا إلى نقطة تقارب. يعني السؤال الآن باختصار، هل هناك يوجد كتاب ألفه عالم اسمه الطبرسي في أنه ألف كتاب لطيف، وهذا أمامي صورة مخطوطته، هل هذا صحيح؟ ألف هذا الكتاب أم لا؟ طيب الآن دعني أجيبك. خلاص فهمت السؤال، اسكت. تفضل. نعم، هناك النور الطبرسي ألف هذا الكتاب الذي بين يدي، وبين يدي أنا أيضا كتاب. يكفي هذا، خلاص هذا السؤال وصل. دعني أكمل. لا وصل. لا صاحبك هو دعه يكمل حتى النهاية. لا مش هذا. أنت لن تحجر علي. أنت لا تتدخل. لا أنت لا تتدخل. ليس من الأدب أن تتدخل. أيوة. الآن صاحبك وصل للجمهور الحمد لله كل، وهذا ما أريده، أن أهل السنة لما ادعوا أن هناك كتاب طبع بإيران. أصبر. أنا ما قاطعتك. أنا ما قاطعتك. تفضل. إذن الحمد لله سمع الآن الشيعة والسنة أننا لم نكذب عندما قلنا أن هذا الكتاب ألفه عالم شيعي معتبر، إمام من أئمتهم. الحمد لله. لا تقاطع. شفتوا يا أخوان من الذي يقاطع؟ أستاذ عباس يكمل من يقاطع؟ فكرته. من يقاطع؟ أستاذ عباس عشان المقاطعة بس.